ناس كتير بتسألنا ايه هي انواع الانسيالات التنس. ببساطة كده الانسيال التنس ده عبارة عن ذهب اللي هو المونتيرة اللي ماسكة الحجر والحجارة اللي مرصوصة فيه. نيجي للشكل الأول وهو البلجاري، وده بيخلي الحجر طاير في الهواء، في منه بيبقى 3 سنة و4 سنة، وده فيه ميزة جميلة جدا، بيدي ضي مختلف للحجر وبيخليه يلمع على طول، خاصة في الحجارة الكبيرة شوية. يعني لو حجارة اربع أو تلاتينات في الأنسيال التنس أنصحك بالبلجاري. تاني حاجة معانا وهي الكارتيه، ودي طريقة الذهب فيها بيبقى ماسك الحجر، فبيبقى الحجر تقريبا كله طاير. وما تستغربوش انا برضه قلت في اللي فات انه طاير، بس ده الحجر كله في الهواء بيدي ضي من كل اتجاه. طب ايه الفرق بين الطريقتين؟ طريقة الكارتيه بتنفع اكتر في الحجارة الصغيرة لان هي بتدي منظر كبير شوية، فينفع في العشرات، في السبعات، في الخمستاشرات، بيبقى الانسيال شكله كبير والحجر شكله اكبر. في طريقة تانية ان احنا بنجيب انسيالين تنس رفيعين نحطهم جنب بعض، او الدبل، وده بينفع في الحجارة الصغيرة، الوحايد، الاتنينات، فبيديكي انسيال عرض كبير جدا من حجارة كتير صغيرة، وده ينفع يبقى دبل او حتى تريبل. نيجي على اخر طريقة ودي اللي انتشرت مؤخرا عندنا في مصر وهي الميركل، وده هنا بنستعمله اكتر للحجارة الصغيرة، الوحايد والاتنينات، عشان بتدي منظر الحجر اكبر بكتير جدا من شكله الحقيقي، لان بيبقى فيه مراية من فوق او زي ما بنسميها مراية بتبقى عاملة ريفليكشن في الحجر، بتدي شكله كبير جدا. والميركل فيه ميزة جامدة جدا عن كل الانسيالات، انه شكله كبير وسعره قليل جدا. يعني بدل ما تجيبي انسيال وحايد او اتنينات تنس عادي، ممكن تجيبي مكانهم الميركل وهيديكي شكل اكبر بكتير. انما لو عايزة تجيبي انسيال عشرات او خمستاشرات وانت طالعة، يبقى هنخلينا في الاشكال الكلاسيك اللي كلنا عارفينها. وما تنسوش عندنا في مجوهرات الطويل معظم الانسيالات التنس ليها الشهادات بتاعتها، سواء من HRD او GIA، من اول انسيالات التنس السبعات وانت طالعة، كل ده بتاخدي له شهاده. وبس كده. لو عندكم اي اسئله عن التنس بريسلت اكتبوا لنا في الكومنتس. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.